السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو النهارده هنبدا نعمل اول مشروع للفاينانس واللي تقدر تستفاد منه لو مهتم بالاستثمار في العملات الرقميه، وهي سلسله ان شاء الله هدفها ان احنا ننوع طرق الربح عن طريق الاوتوميشن، وان شاء الله يكون الاوتوميشن بسيط ولذيذ وتقدر تستفاد منه او حتى تقدر تعيد بيعه. فخلينا يلا بينا نبدا على طول، بسم الله. طيب يا شباب، ده كده الورك فلو. تمام. طيب هو فكرته ايه او عباره عن ايه؟ هو عباره عن شات بوت وايجنت نقدر ندمجهم مع بعض. طيب بيعملوا ايه؟ طيب احنا بنستخدم هنا بنعتمد على منصه باينانس. تمام، وهي يعتبر اكبر منصه للعملات الرقميه في العالم واضمنهم كمان من ناحيه السوق. طيب هنا بكل بساطه احنا بنبدا نسحب حاجه اسمها الفريمات. انت مش لازم تعرف خالص المصطلحات اللي جايه لو انت لسه مبتدئ او حابب تعرف بس عن ان انت ازاي تستثمر، ولكن للي فاهم فهو بيقدر يسحب هنا الفريمات المختلفه على الاسبوعي واليومي، وكمان بنسحب صوره من الشارت بندخلها الايجنت هنا او اي هنا يبدا يقراها ويشوف هل في نماذج فنيه، هل في دعوم ومقاومات وغيره. طيب هنا احنا بنعتمد طبعا على منصه ده الشرط بشكل بسيط، يعني ده بتاع من باينانس، هو ده اللي بيبدا يسحبه. تمام، دي الفريمات على اليوم والاسبوع، بيبدا يسحب الحاجات دي ويبدا يحللها. طيب بيحللها ازاي او عن طريق ايه؟ بيحللها عن طريق الكود. هنا احنا ضايفين كود للاسبوعي واليومي بيبدا يستخدم فيه اقوى وافضل من 30 او 40 انديكيتورز او مؤشرات يقدر يحلل على اساسهم. تمام، وكمان طبعا ضوء مقاومات لحد اخره. طيب وهنا برضو على اليومي بنفس الشكل ده بيبدأ هنا كود مضاف فيه كل المؤشرات اللي نقدر نطلع منها تحليل او فهم للسوق بطريقة مبسطة جدا. بعد كده بيبدا يخش طبعا على ايجنت يقرا المؤشرات والنواتج بتاعتها ويبدا يحللها عشان يقدر يدي ناتج او مفهوم عن حركه السوق. وفي الاخر خالص بيخش للهيد ايجنت ده، هو اللي بيديك التفاصيل المفصله عن السوق وحركته، هل في فرصه استثماريه او لا، ويقدر يبعتها لك على التليجرام. طيب الجزء الاخير ده زي ما قلنا فيه هو بيسحب صوره الشارت ويبدا على اساسها يفهم هل في نماذج فنيه، هل في اي حاجه توحي مثلا ان في فرصه في السوق او لا. وهنا في الاخر خالص عندنا شات ايجنت ده بتتواصل معاه عشان لو حابب تسال سؤال معين، لو انت مالكش خلفيه خالص عن الموضوع، عايز تعرف ايه العملات اللي شغاله، ايه العملات اللي السوق فعلا بيتحرك اتجاهها وفي فرص استثماريه كويسه جدا. فده بكل بساطه مهمه الايجنت هنا، وهقول لك طريقه استخدامه. طيب لو نبدا على طول نشوف ازاي نقدر نبني الورك فلو ده. انا همشي معاكم خطوه خطوه، ولو احتاجنا ان احنا نستخدم نود لان فيها هنا اكواد احنا هنستخدمها على طول كوبي بيست. وعموما الورك فلو ده مجانا. تمام، تقدر هيكون في وصف الفيديو بكل التفاصيل اللي محتاجها. طيب خلينا نبدا على طول، هننزل تحت كده. طيب هنبدا هنا نضيف جزء من الورك فلو ونشرحهم وهنبنيه، يعني ما تقلقش خالص انا هشرح لك كل حاجه مفصله. طيب اول حاجه خالص هي الترجلام تريجر، وتقدر تستبدلها باي حاجه زي ما انت حابب. طبعا ازاي نعمل بوت تريجلام دي كانت ابسط حاجه وشرحناها في اكتر من فيديو، يعني ان انت تجيب هنا كريدنشال وتبدا تخش طبعا على البوت فازر، هتعمل هنا تكتب الاسم اللي انت عايزه وتبدا تدخل وتاخد الاي بي اي توكن وتبدا تضيفه هنا في الكريدنشال. هنا دي مفيش اسهل منها خالص وده اكيد شرحناها كتير. تمام، خلينا نخش على النود اللي بعديها وهي مهمه جدا، وخد بالك دي هتفيدك وممكن تحميك من حرق التوكن الما لا نهائي. هنا بتقول الاف نود دي ان انت الاي دي الخاص بيك الوحيد بس اللي يكمل عليه الفلو. يعني لو اي حد بعت لك ما ممكن كده يقدر يستخدم الفلو، لا احنا عايزين ان بس يقبل من الاي دي ده. الاي دي ده جبناه منين؟ اللي جبناه من تريجلام. طيب خلينا نجرب كده سريعا، خلينا مثلا نبعت اي رساله. ممتاز جدا، ادي الرساله كده وصلت. هنجيب الاي دي منين؟ خلينا نجيبه بالشكل ده. طيب خلينا نخش على الاف نود، هنجيب الاي دي من هنا فروم اللي انت الاي دي اللي انت باعت منه دلوقتي، انت تحطه هنا، تاخده كوبي وتحطه هنا. هنجيب الاي دي منين اهي، هنعمل كده لو نقول له الاي دي ده لو بيحتوي على الرقم ده دخل ترو، لو لا دخله كفولس. تمام، اتمنى يعني يكون الموضوع بسيط ولكن مهم جدا لو انت طبعا شغال بالاي بي اي اكيد، فانت مش عايز اي حد معاه يوزر نيم بتاع البوت يقدر يستخدمه. طيب هنا في الاخر النود دي هي اف نود برضو، بس ايه فكرتها او ايه مهمتها؟ هي بتقول ايه؟ هي بتقول ان لو التكست ده جاي كلام مش جاي ك
اسم العمله فدخلوا الجزء. طيب يعني ايه معنى الكلام ده برضو؟ يعني لو انت مثلا باعت رساله عاديه عايزين ندخلها على الايجنت، يعني مثلا السلام عليكم او اسئله مثلا استفساريه هتخش على الايجنت، انما لو هي كعمله مباشره على طول عايز تبعتها هتكمل فوق للطريق المسار اللي هو بيدخل بقى ان انت تبدا تحلل العمله ذات نفسها. وهشرح لك برضو واحده واحده. تمام؟ يعني دلوقتي لو هو ترو هيكمل يبحث بقى ويحلل العمله، لو هو فولس هيخش الايجنت يشوف هو محتاج ايه، هل هو اصلا تايه محتاج يعرف ايه العمله اللي انت المفروض تستخدمها ولا لا، وكل الامور دي. تمام؟ وخلينا ننزل تحت نكمل. طيب هنا طبعا لو عشان احنا بعتنا السلام او السلام عليكم فهو دخل في جزء الفولس، فهنبتدي احنا خلاص نكمل على مسار الفلو. طيب لو ترو، خلينا نبدا باول جزء. لو ترو هو عباره عن ايه الكود ده؟ هو كود بكل بساطه بيقول ايه، حتى هنا بشرح لك بالعربي عشان لو حابب تفهم الكود اصلا ماشي ازاي. بيقول ايه؟ بيقول ان لو العميل بعت كلمه مثلا بيتكوين، فهي عباره عن 3 حروف. خلينا برضو لو نظهر هنا السكرين. لو مثلا العميل بعت بي تي سي اللي هو ملخص لعمله البيتكوين، هو عموما برضه هيساعدك في الجزء ده لو انت برضه مش فاهم. عموما هو بيقول لك انا مثلا سالته سؤال مين الافضل، فهو بحث وجاب لي افضل عملات. طيب انا هاخد العمله دي كده كوبي وهبعتها له على طول، هو هيبتدي يدخلها في مسار الكود ده. طيب الكود نفسه بيعمل ايه؟ بيعمل ان هو لو الحروف صغيره او الحروف مثلا فيها مشكله يبدا يعدلها. يعني ايه؟ يعني مثلا ده احنا لما بعتنا هنا بيتكوين، هنا مش بيقبلها البحث او منصه باينانس مش بتقبلها، لازم تكون بحجم الكبير، يعني هو الكابيتال مش السمول. فالكود ده مهمته بس ان هو يفلتر الكلمه ويخليها كبيره كابيتال، ويضيف معاها كمان حاجه اسمها اليو اس دي تي، ده اللي هو العمله اللي قصاد البيتكوين، ودي اشهر حاجه يعني عموما في منصه باينانس اللي هي العمله دي. وبرضه لو انت مالكش خلفيه عن الموضوع ما تقلقش خالص، انا بشرح لك خطوه خطوه وبنشوف بس ماشيه ازاي، انا بس بشرح للناس المهتمه او اللي ليها خلفيه عن الموضوع. طيب بعد كده خلينا نطلع فوق، عايزين نجيب الجزء ده كده ونشرحه جزء جزء. طيب هو هنا ايه اللي بيحصل؟ احنا عايزين بس نوصل للنوت كده وهقول لك بكل بساطه هنعمل ايه. طيب اول نوت خالص دي اللي بنبعت ريكويست لباينانس، بنقول لباينانس الاي بي اي بتاع باينانس، وهو عموما عام وبشكل مجاني ما فيهوش اي مشاكل. بنقول لها السيمبل ده اللي هو العمله او الزوج العمله يعني اللي اتبعت اللي احنا عايزين نجيب منه. هنا الفريم الاسبوعي الليميت عايزين 150 شمعه، ما تركزش برضو في الاسامي كلها. تمام؟ وعايزين نعمل جيت الميثود جيت للشموع دي. تمام؟ بعد كده هنا في الستريت نوت دي بس بنفصل كل جزء عن التاني، يعني بنفصل مثلا الشموع والفريم عشان نقدر نسهل على نفسنا الامر واحنا بنحلل. تمام؟ بعد كده هنا ده الكود اللي احنا شرحناه في اول الفيديو، هو كود عبارة عن في اكتر من 30 او 40 مؤشر، دول اللي بيعدي عليهم الشموع وبتبدأ تتحلل. يعني مثلا خلينا نعمل هنا اكسكيوت ونكمل كده الفلو. خلينا نبدأ نشغل لحد النوت دي على الاقل. طيب هنا بعد ما شغلنا الفلو كده خلينا نشوف زي ما قلنا بالظبط في السيت نود طلع بالشكل ده. احنا مقسمين هنا الفريم تمام اللي هو الاسبوعي، وهنا كانزلز اللي هي الشموع او اللي هو الشارت يعني، ودي هنا مصطلح او اسم العمله. طيب خلينا كده نرن او نشغل نعمل اكسكيوت للكود ونشوف ايه اللي هيحصل. بس خلينا في حاجه مهمه ان احنا بس نعمل بن او نثبت هنا كل النودز عشان ما نفضلش نعيد كل مره نعمل اكسكيوت نبدا من الصفر ويبدا يعيد تاني. تمام؟ خلينا بس نتاكد كده ان كله معمول له بن. ممتاز. خلينا بقى ايه نعمل اكسكيوت للكود. ممتاز. خلينا ندخل هنا كده. طيب هنا عشان السوق نفسه في مشكله او ما فيهوش شموع كافيه ان احنا نقدر نحل على اساسه على فريم الاسبوعي، يعني العمله جديده ولكن على فريم الاسبوعي ظاهر معانا بالشكل ده، وده حاجه طبيعيه ممكن تقابلك لان احنا اخترنا عمله بشكل ان هي مش امان او مش كافيه ان احنا نحل عليها، ولكن برضو نقدر نكمل على اساسها. تمام؟ لان احنا لو وقفنا هنا الفلو ده ونشوف اليومي هل هنقدر نحل عليه او لا. خلينا نوقف كده دول ونبدأ نشغل على الاسبوعي، قصدي على اليومي. حتى لو ناخد بالنا هنا طلع معانا اكتر من 200 كاندلز او شمعة نقدر نحل على اساسها، واكيد هنا الكود اشتغل مع الانديكيتورز او المؤشرات. ممتاز جدا. هنا حتى ظاهر لك اكتر من حاجه، التفاصيل كلها هنا، انواع المؤشرات وكل مؤشر بيقول ايه، او سبورت ريزيستنس او بي او سيل ايا كان،
كل الحاجات دي بس انا بمشيك بالخطوات عشان تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط او ايه اللي بيخرج من الكود. هنا دي كلها المؤشرات، كل قسم هنا ده المؤشر بتاعه واللي نقدر الايجنت فيما بعد يحل على اساسه. تمام. ودي حاجه طبيعيه جدا ان هي تظهر فوق، لان زي ما قلنا العمله جديده ممكن او حاجه فمش قادر يحلل عليها. تمام. وبعد كده هنا لما نخش على الايجنت نعمل اكسكيوت ليه. وطبعا احنا هنا مستخدمين رؤيه شات موديل، وهشرح لكم ازاي تستخدموها وهنستخدم ايه في الاي اي، ان هو افضل يعني نقدر نستخدمه لان الداتا هنا بتكون كتيره جدا. فاحنا محتاجين حاجه تكون موفره معانا وحاجه تكون قويه كمان في كل الانبوت اللي داخل الايجنت ده، يعني داخل له حاجات كتيره جدا من انديكيتورز، من تفاصيل، من شموع، من غيره من غيره. فمحتاجين ان يكون في اي اي يقدر يهندل الجزء ده وبرده ما يحرقش معاك توكن كتير. طيب خلينا قبل ما يشتغل كده اقول لكم احنا نقدر نجيب الموديل ده منين. طبعا احنا لو دخلنا هنا على الموديل ايجنت وسحبنا، حاولنا نسحب او ندخل هنا، بس ثانيه واحده هو عشان شغال. المفروض يعني بيظهر معاك، خلينا نشرح على الايجنت اللي فوق. لو عملنا هنا شات موديل ضغطنا عليه عشان نضيف موديل رؤيه، هو احتمال ما يظهرش معاك لو انت مش منزل النود. طيب ننزلها ازاي او نشغلها ازاي؟ خلينا نضغط هنا كده، نضغط على علامه الترس اللي في الجنب اول سيتنج وضغطنا على كوميونتي نود. هنعمل هنا انستول. طبعا مش هيظهر معاك حاجه لو انت مش منزل النود، ولكن نقدر نعمل انستول من هنا. المفروض مطلوب منك الباكج نيم، ده هنجيبه منين؟ لو ضغطنا هنا على كلمه براوزر هيفتح معانا حاجه اسمها الام بي ام، دي اللي هي باكج او الباكج بتاعت النود. هنكتب هنا في السيرش رؤيه اي اي ونعمل سيرش. طيب هيظهر معاك هنا اتنين، هنخش على ان نود رؤيه شات، نضغط عليها وهناخد الامر ده او الاسم ده الباكج نيم، او ممكن ناخده من هنا او من هنا. خلينا ناخده مثلا ده افضل، مش مشكله. ناخد كوبي ونروح على كوميونتي نود نضيفه هنا بالشكل ده. واهم حاجه تفهم ان ما يكونش فيه قبل ان اي كلام عشان نقدر تنزل النود بكل بساطه. تعمل اندرستاند بعد كده انستول. طبعا عشان احنا منزلينها فمش هيشتغل معانا او ممكن يعمل ايرور يعني، فهو نازله النود معانا بالفعل. وهنرجع على الفلو، هتكون شغاله معاك وهتظهر معاك بدون اي مشاكل. طبعا الكريدنشال هتضيفه زي ما قلنا من LLM رؤيه. لو رحنا على الاي بي اي كي وهنعمل كرييت كي. تمام. وهنبدا نضيفه في الكريدنشال بتاعه النود نفسها بتاعه الموديل. هنربط كده تاني اهو زي ما هو. ولو دخلنا هنا عشان نعمل كريدنشال هنضيف الكريدنشال هنا، هنضيف الاي بي اي كي، هيشتغل معاك بدون اي مشاكل، تقدر تختار النود. طيب احنا هنا في الايجنت ده او جزء الايجنت ده احنا محتاجين موديل يكون يقبل كونتكست عالي، وكمان يكون طبعا سعره مش غالي او تكلفه التوكن بتاعته مش غاليه، وثانيا يكون في ديب ريسيرش او ان هو فكره ان هو يقدر يفكر بعمق. تمام. الثينكينج عموما. فاحنا هنا هنختار ديب سيك في 4 فلاش، ده افضل حاجه وافضل من البرو هنا في الجزء اللي احنا واقفين عنده. يعني هو انت هقول لك تستخدم فين البرو وتستخدم فين الفلاش. طبعا تقدر تستخدم اي موديل عادي، ولكن انا بقول لك كل جزء تقدر تستخدم فيه ايه. هنا نستخدم في الايجنت ده هنستخدم الفلاش. تمام. ان هو كفهم او ترجمه لكل الانديكيتورز ويقدر يطلع لنا داتا نعتمد عليها. طيب خلينا نشغل مره ثانيه كده هنا الفلو وننتظر لحد ما يشتغل. هنا بعد ما الايجنت نشتغل معانا وطلع الاوتبوت بتاعه، خلينا كده نشوف سريعا ايه اللي جوه الايجنت. طيب هو الاوتبوت بتاعه بيطلع ملخص لكل الانديكيتورز وكل الانبوت اللي دخلت له من الكود، كل التحليل، ويبدا يحللهم جزء جزء. طبعا زي ما بلغتك هو التمبلت هيكون فري، فطبعا هتاخد معاك اليوزر مسج والبرومت لما تاخد الورك فلو على طول. يعني هو هنا بكل بساطه هنا بيفهموا كل مؤشر بيعمل ايه وترجم ازاي المؤشرات ده. طبعا ليه الهدف ده كله؟ عشان لما يخش للهيد ايجنت اللي هو الايجنت الاخير اللي بيحدد بقى ويطلع فعلا النتيجه النهائيه يبدا يكون فاهم عباره عن ايه. تمام. هو بس بيقول له مثلا لما يكون السورس مثلا بالنسبه لك 25 فيحصل كذا والى اخره يعني. تمام. طيب كده احنا خلصنا الجزء الاول. خلينا كده نعمل هنا حتى اكسكيوت للنود دي. برضه عموما دي النود دي هي بس احنا بنفلتر او بناخد بس المعلومات بنقسمها عشان لما تخش الايجنت. يعني احنا هنا بنضيف بس الديري ان ده خاص باليومي. تمام. خاص يعني التحليل ده خاص باليومي عشان لما يخش الايجنت تكون كل حاجه مفهومه او كل حاجه مرتبه بالنسبه له. طيب خلينا كده نكمل. والجزء الاخير هنا بقى اللي هو كمان هيتضاف للورك فلو، وهو برضه ليه علاقه بالتحليل، ان هو برضه عشان يقرا السوق اكتر واكتر لازم نضيفه. طيب هو عباره عن ايه ده اصلا او احنا بنعمل ايه هنا؟ هنا بكل بساطه احنا بنجيب صوره للشارت ده، يعني صوره حيه للشارت بتاع باينانس، ونبعتها لاي اي هنا يقراها ويشوف هل في اي نماذج فنيه او شكل معين بيوحي ان مثلا السوق ده دلوقتي جاهز في فرصه استثماريه ولا لا والى اخره يعني. وفعلا دي ناس كتيره الناس يعني اللي بيشتغلوا في البورصه اكيد فاهمين الجزء ده كله.
طيب خلينا نعمل بين ده للجزء ده عشان ما نروحش نعيده تاني. طيب خلينا هنا نعمل اكسكيوت وهنشوف مع بعض ايه اللي هيطلع. وعموما برضو في النوت دي احنا مستخدمين هنا اداه مجانيه برضو هي من باينانس، تمام. بس ايه هتحتاج ان احنا في اخر الفيديو هقول لك الخطوات ازاي تاخدها من تريدنج فيو. ده منصه بتجيب لك يعني الشرط وبشكل مجاني عموما، تمام. هو دلوقتي هياخد هنا السيمبل ده اللي هو العمله، يعني زوج العمله، ويجيب الشرط بتاعه. خلينا نعمل اكسكيوت. طيب ممتاز جدا، هو كده خلاص. خلينا نشوف. ممتاز جدا، هو طلع لنا الشرط ده بالظبط هو اللي هيكون موجود هنا، ولكن على زوج العمله. احنا فاتحين هنا على البيتكوين، على زوج العمله هيجيب لك نفس الصوره بالظبط، طبعا بنفس التاريخ بكل حاجه، على فريم حاجه اسمها الاربع ساعات، تمام. عشان هو بيكون اوضح بالنسبه للايجنت او للاي اي. بعد كده عندنا نود هنا، دي بس بتحول الملف ده الباينري بتحوله للبيز 64. خلينا كده نشوف. ممتاز، ده كده اللي هو الصيغه اللي احنا حولناها. طيب النود دي بقى مهمه جدا، واحنا بنستخدم فيها برضو LLM رؤيه، وهقول لك ازاي تستخدمها بالظبط. دي النود عباره عن ان احنا زي ما قلنا بنستخدم فيها LLM رؤيه، ان هي بتترجم الصوره، بتاخد الصوره الباينري دي بالبيز 64، بتحولها ان تقراها، بتقول له مثلا هل شايف في اي حاجه قدامك، مثلا الصوره عباره عن ايه، فيها اي نماذج او حاجه، وتطلع لنا النتيجه في الاخر، تمام. طيب ازاي نستخدمها دي او نعملها ازاي؟ خلينا بس ايه نشيلها من هنا كده، هقول لك تعمل ايه بالظبط. طيب احنا بكل بساطه هنا هنضيف نود HTTPS request. نضيف هنا. طيب احنا هنا معانا نود بالشكل ده، هنروح هنا على رؤيه LLM وهنبدا نروح للدوكس. طبعا ده الاكونت اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. لا اشوف الفيديو ازاي شحنا وازاي فهمنا المنصه بالظبط والدوكس ماشيه ازاي. طيب احنا تحت خالص هننزل هنا كده للفيجن او الايمج، هتلاقي هنا الكيرل او الكيرل الموجود اللي انت المفروض تستخدمه. احنا مش احنا هننزل تحت نستخدم اللي هو في بيز 64، يعني اول واحد ده URL. احنا بس هنستخدم هنا البيز 64. هناخد ده كده كوبي ونروح للورك فلو ونعمل هنا امبورت كيرل، نضيف الكيرل ونعمل امبورت. طيب هو كل حاجه اتضافت بالظبط كده. خلينا نروح نجيب بقى، هنا مطلوب مننا ان احنا نجيب الاي بي اي كي. خلينا نروح نجيبه، هنضغط هنا على اي بي اي كي، نعمل كرييت كي، خليه مثلا نسميه دلوقتي كريبتو، نعمل كرييت كي دون. نرجع للالم هنا. طيب خلينا قبل ما نضيفه برضو عشان نخرج كده، هنعمل هنا على اكسبريشن، وعشان ناخد الانبوت اللي دخل لنا ده نحطه كمتغير هنا. هنفتح هنا الجزء ده وهنشيل بس اخر جزء ده كده عشان نحط المتغير اللي هو داتا اللي هو البيز 64، نحطه هنا كده. وخلينا نحط الاي بي اي كي الخاص بينا. ممتاز. طيب خلينا نعمل اكسكيوت. طيب ممتاز جدا، وده كان متوقع. خلينا نشوف ايه سبب المشكله وازاي نحلها، لان كده كده اكيد هيقابلك مشاكل في الورك فلو انت بتبنيه، او حتى لو خدته وبتعمل كريدنشال هتقابلك مشاكل. طيب ازاي نحل المشكله دي بابسط مما يمكن؟ لو احنا رحنا هنا على منصه رؤيه اي اي وضغطنا على هنا رؤيه شات. هنا طبعا دي اضافه جديده شركه رؤيه منزلاها، وهي برضو زي شات اسيستنت كده ليك، وهو كويس جدا واسرع بكتير، وتقدر تقارنه مع اي اي تاني. خلينا نضغط على كلمه فيكس وناخد بس الايرور كله كده زي ما هو، وناخد كمان هنا المشكله دي، نقول له ممكن نقول له سولف مثلا ذا بروبلم اي حاجه this problem. ممكن كمان نجيب له، خلينا نجيب له منصه، نقول له ايه من المنصه دي عموما، نجيب له الدوكس كده عشان هو يبدا يبحث فيها ويشوف ايه المشكله وايه الحل بتاعها، تمام. ممكن كمان نضيف له الجيسون او البادي اللي احنا ضايفينه عشان يبدا هو يفكر ويجيب لك الحل كله. نضغط هنا. طبعا انت هتسجل في منصه رؤيه، هيجي لك تقريبا 10 كريدت فري او حاجه، وهي برضو لسه ما ضافتش الباقات بتوقيت يعني الفيديو الحالي. طيب هنا طلع النتيجه بتاعتنا. هنبدا ننزل تحت هنا
اهو كوريكت جيسون بادي. هناخد الجيسون ده كده كوبي وهنروح على الورك فلو ونعمله هنا بيست للجيسون، تمام، للبادي نفسه. طيب هو اصلا التغيير كان فين او المشكله كانت فين؟ هي كانت في الموديل نفسه. فاحنا نقدر هنا ناخد اي موديل موجود، ومنهم جيمينا شات جي بي تي 4 او ميني. هو هيشتغل معاك كويس جدا في الفيجن او يعني ترانسكريب او ترجمه الصور يعني، تمام. طيب خلينا نعمل كده اكسكيوت ونجرب. طيب ممتاز جدا، هو طلع عمل اكسكيوت والنتيجه المفروض تظهر. طيب زي الفل، هو طلع هنا بقى كل الناتج او كل التحليل للصوره الموجوده، تمام، وكل الشرح بتاعها. طيب دي كده كان من اهم النقط برضو اللي كان لازم نركز عليها. خلينا نرجع نفس النود اللي كانت موجوده عشان بس الاسم الخاص بيها بتاع كل نود. طيب وهنبتدي هنا نربط الفيلد الاخيره او السيت نود الاخيره، وهي برضو بتطلع لنا بس فقط لا غير الناتج اللي طلع من الاي اي، يعني الناتج فقط بس لا غير من الاي اي عشان ما ياخدش كل المتغيرات اللي طلعت او الانبوت اللي دخل. طيب بعد كده بقى في عندنا جزء ان هو خلاص هنبدا نجمع كل الداتا اللي طلعت من الايجنت دي ونربطها بالهيد ايجنت او الايجنت الاخير. طيب احنا هنا هنستخدم ايه او هنا هنعمل ايه؟ هنستخدم اللي هي المارج اللي هي بتجمع لنا كل الانبوت اللي دخل من الايجنت الاول بتاع الاسبوع والايجنت الثاني بتاع اليوم، وكمان من الانالايز شارت اللي هو بالايمج، وهناخد كمان من اول نود بتاعت الكود هناخد منها بس السمبل او الزوج العملات اللي احنا اخترناه، تمام. طيب خلينا كده ناخده كوبي وننزل نراجعه تحت بالشكل ده، كوبي، وخلينا نضيفه هنا بالشكل ده كده. طيب خليهم تحت مثلا مش مشكله. طيب هو عباره عن ايه اصلا النود دي؟ خلينا برضه نرفعهم فوق عشان يكون الشرح بالنسبه لك اسهل، نعرف احنا شغلنا ايه بالظبط. طيب احنا بعد المرج هنا بنوصل كل الانبوت اللي دخل معانا. هنا في نود بعد المرج هي بتعمل ايه بالظبط؟ خلينا نفتحها كده نشوفها. هي كود نود عباره عن ان هي بتجمع كل الداتا وترتبها بشكل ان هو يخش كوان انبوت او وان ايتم، يعني ايتم واحد بس يخش، بدل ما يخش مثلا عندنا الاربعه مارج او الثلاثه اللي هم عباره عن الاسبوع واليوم والصور، وكمان هيخش معاهم السمبل زي ما قلنا اللي هو العمله. لا، يخش جيسون واحد عشان الايجنت ما يتلخبطش، تمام. بعد كده عندنا هنا الهيد ايجنت ده عباره عن ايه او بيعمل ايه بقى؟ عشان هو كده احنا حاطين له كل الداتا الكبيره دي. طيب بكل بساطه هو عنده هنا اليوزر مسج ده او البرومبت بتاعه اللي هو اليوزر برومبت ده داخل له كل الشموع وكل الداتا اللي احنا جمعناها بتخش له هنا عشان يقدر يقراها. بعد كده في سيستم برومبت احنا مجهزينه بشكل دقيق جدا ان هو يترجم الداتا دي اللي هي داخله له كلها بشكل منطقي وشكل رياضي عشان يقدر يحسب ويقول لك مثلا هل في فرصه شرائيه بالفعل ان انت تخش تستثمر في العمله دي او لا، تمام. ده كده بكل بساطه الهيد ايجنت بيعمل ايه. طبعا زي ما قلنا هسيب لكم كل حاجه في الايجنت زي ما هي او كل الورك فلو زي ما هو. طيب الكود نود الاخيره دي هي عباره عن ايه؟ هي بس بتاخد عشان رساله الايجنت بتكون كبيره، فبتاخد هنا حتى كل حاجه مشروحه. هنا بتاخد رساله الايجنت دي بتقسمها لجزئين وبتبدا بس ايه تظبطها عشان تكون سهله القراءه، بتكون بتطلعها على رسالتين، التو ايتم، رسالتين مختلفتين. طب ليه او ايه السبب؟ بكل بساطه عشان الترجلام لما تيجي تبعت له رساله طويله جدا مش بيقبلها، يبتدي ان هو ياخد بس نص منها. حتى لو بصينا هنا هناخد بالنا مثلا في تحليل البيتكوين ان هو بعت عن طريق رسالتين، هنا اول جزء وثاني جزء التوجه العام وقراءه السوق وبعد كده التقييم الاستثماري لحد الاخر. فهو بعت عن طريق رسالتين عشان رساله كبيره ما بتتبعتش، تمام. دي كلها فكره بس ان احنا حاطين كود نود الاخيره. طيب طبعا بنوصل بقى الفيجن وبنوصل كمان الانبوت 2 هنا في المارج، بنوصل من الكود نود اللي هي الاولى خالص. طب قلنا بنوصلها ليه؟ عشان بيكون فيها السمبل او الزوج العملات، تمام. طيب احنا كده الفلو الاساسي الخاص بالتحليل هو شغال 100% بدون اي مشاكل، اللي هو تبعت له مثلا اسم العمله فقط لا غير، بيبدا يحللها ويجيب الشموع ويجيب التحليل الفني بكل حاجه ويديك في الاخر ان هو ايه تحليل كامل او كمان استراتيجيه لدخول السوق. طيب هنا لو تاخد بالنا مثلا ده الاوتبوت اللي بيخرجه لو بعتنا بيتكوين بالشكل ده، تمام، او بيجيب لك السعر الحالي وهل في فرصه ما فيش فرصه، وحاطط لك كل التفاصيل لو انت مهتم بيها. وممكن تشوف في الاخر خالص التقييم الاستثماري، الوضع لا يعد امنا للتجميع حاليا بسبب غياب السيوله وتدار المؤشرات، نقاط القوه وعوامل الخطر وكمان الخلاصه.
فحتى ذاكر لك هنا ان انت تقدر تخش فين او تطلع، مثلا تقدر تستثمر في اي حته بالظبط. وطبعا في اخلاء مسؤوليه من البوت نفسه كمان كده مكتوبه في البرومت، عشان ما تستخدمهاش في توصيه او في شكل يعني اللي هو نخش شكل الحرمانيه او حاجه في الموضوع التداول، ولكن هو فقط لا غير فكره استثماريه. يعني انت بتستخدمه بس لو انت حابب تحط مبلغ عايز تستثمره فقط لا غير، تشتري مثلا عمله معينه او جزء معين فقط لا غير. تمام. فده التحليل النهائي اللي بيطلع تمام لما بتبعت له بيتكوين. طيب حاليا احنا بس ناقص لنا حته ان انت بتسال مثلا انت عايز تعرف طب انهي عمله قويه، انهي عمله ضعيفه، انهي عمله اخش فيها والكلام ده كله. عشان كده احنا بنينا هنا الشات ايجنت ده البسيط، هو يعني مش ما فيهوش اي حاجه معقده خالص. طيب هو اصلا بيتربط منين او بيبدا يشتغل منين؟ طبعا احنا قلنا اول نود هي تريجلام، التريجر لما بتبعت الرساله. تمام. بعد كده بتقول هنا الاي دي هل ده الخاص بيا انا ولا حد تاني، لو هو بيكمل، لو هو لا بيوقف الفلو على طول. طيب لو احنا قلنا هنا ان هي الرساله هنا زي ما شفنا في الاف نود الثانيه ان هي لو تحتوي على زوج العملات فانت كمل، ما بتحتويش تبدا تخش في قسم الفولس وهي تخش على الايجنت. طب الايجنت ده بيعمل ايه بقى؟ ده المفروض هو بيرد على كل اسئله العميل. يعني العميل مثلا زي التحيات مثلا السلام عليكم وانا مثلا عايز اعرف ايه السوق الموجود فيه، موجود فيه بار سيستم برومت محترم. طيب هو بيعمل ايه بالظبط؟ انت مثلا بتبعت له ان انت عايز تعرف ايه العملات الموجوده. طيب احنا رابطينه بايه؟ اول حاجه خالص كموديل رابطين برؤيه شات موديل برضو. تمام. ولكن هنا احنا مستخدمين الجي ال ام 5 عشان التفكير اكتر وبطريقه اسرع كمان. تمام. وبعد كده هنا في النود دي او التول اللي احنا ضايفينها، خلينا نشرحهم بشكل بسيط. هي برضو كلهم من باينانس وبشكل مجاني. تمام. هنا بيجيب لك السعر او الاسعار الحاليه للعملات، هنا حتى مكتوب له في الديسكربشن هو بيعمل ايه بالظبط، وحاطين له هنا الاي بي اي اللي بيستخدمه او الاي ار ال اللي بيستخدمه عشان يروح يبحث عن البرايس اللي هو سعر العملات. تمام. بعد كده بيبدا يروح هنا لو هو جيب توب ماركت اللي هو ايه اقوى حاجه في السوق حاليا، برضه عن طريق باينانس وعن طريق ار ال مستخدم خلال 24 ساعه الاخر، بيشوف لك ايه اقوى عملات موجوده تقدر نعتمد عليهم في التحليل بتاعنا، او لو انت حابب تخش فرصه استثماريه خلال 24 ساعه دول. طيب التول الاخيره وهي مهمه جدا اصلا والناس كده بتستخدمها، هي عن طريق سيرب اي بي اي. دي منصه بتدي برضو كريدت فري تقريبا اكتر من 100 سيرش او اكتر، تقريبا 100 سيرش او 250 سيرش. هنشوف مع بعض دلوقتي هتمشي ازاي. طيب احنا هنا كاتبين له ايه؟ ان انت تستخدم جوجل سيرش عادي جدا والسيرش، وطبعا اوتوماتيكي. طبعا احنا عايزين هنا نشغل الكريدنشال، هناخد هنا كده سيرب اي بي اي بالشكل ده كوبي، ونروح على السيرش ونضيفها، وخلينا نفتح بعد الاعلانات على طول المنصه دي. خلينا كده نسجل دخول سريعا. المنصه دي بتديك بس اي بي اي تسرج بيه، انت ممكن تستخدمه في الورك فلو ده او اي ورك فلو تاني حابب يسرج بيه عن معلومه معينه او حاجه معينه. تمام. خلينا كده نعمل تسجيل، نعمل بجوجل افضل. طيب ممتاز، هو بس بعت رساله على الجيميل، خلينا نعمل كونفيرم عليها. طيب خلينا نعمل ريفرش كده، تقريبا خلاص عملت كونفيرم. فيريفاي يور نمبر. طيب هنا هندخل رقم التليفون ونجهز كل التفاصيل وهنرجع لكم تاني سريعا كده. طيب هنا بعد ما سجلنا برقم التليفون واشتغل معانا ده كده الاي بي اي بكل بساطه هناخده كوبي. تمام. وهنعمل هنا كرييت نيو كريدنشال، هنحط الكريدنشال هنا ببساطه وهنعمل سيف، هيشتغل معانا سكسسفلي. ممتاز. هنا لو مش ظاهره معاك هتضغط بس علامه اللي هو الاي اي هو اللي يتحكم في ايه السؤال او ايه ملخصه. تمام. يعني مش مفيهاش اي حاجه خالص، هي بسيطه خالص الدنيا. وهنا الريسورسز هنخليها على سيرش وجوجل سيرش الاوبريشن، انت ممكن تختار اي حاجه تانية زي نيوز مثلا او حاجه، ولكن هنا في الفول اللي احنا مستخدمينه هنخليه في السيرش. وكده كده هنا في الايجنت في البرومبت بتاع الايجنت احنا ضايفين له برومبت ان هو ازاي يستخدم التول دي. حتى هنا لو فتحنا البرومبت اللي احنا ضايفينه هتلاقي التول بتاعه هنا دي بتعمل ايه وايه يستخدمها ازاي اهو. جوجل سيرش ان سيرب اي بي اي، اخبار الكريبتو الجديد في المشروع ايا كان. هنا حاطط حتى امثله بكل حاجه، فانت مش هتحتاج تعدل حاجه تقريبا غير بس تضيف وتمشي على الخطوات اللي هتقابلك وتفهم الفلو نفسه ماشي ازاي. طيب احنا كده بكل بساطه احنا خلصنا الورك فلو او شرح الورك فلو كله. احنا بقى عايزين نجرب ونشوف هيشتغل ازاي واحنا نقدر نستفاد منه ازاي. تمام. طيب خلينا كده نمسح بقى اللي احنا عملناه تحت ونبدا من جديد، نفتح الترجلام ونشغل ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب خلينا حاليا كده نجرب الورك فلو ونشوف لو في مشاكل واجهتنا، او نشوف حتى ازاي نبدا نلاقي فرصه استثماريه جميله حتى لو ملاش خلفيه عن سوق العملات الرقميه. طيب خلينا نعمل اكسكيوت الاول كده.
ونروح على الترجلام. كتبنا له هنا ايه اقوى العملات حاليا للاستثمار. خلينا كده نشوف الرد بتاعه هيكون ايه. طيب الفلو بالفعل اشتغل ودخل في المسار الصح للايجنت اللي احنا هنساله، وبعد كده بيروح بقى يشوف اقوى العملات ويبحث عنها ويبدا يرد علينا بيها. وبعد كده هنشوف بقى ازاي نبدا نحلل صح، او يجيب لنا حتى العمله اللي احنا نحلل فيها ونشوف هل فعلا فيها فرصه ولا لا. هو حاليا بيجيب الاخبار، بعد كده هيقول لنا والله العمله دي مثلا اخبارها وان هي توب مثلا في الماركت وي وهكذا، ونبدا بقى نبعت العمله دي نحللها ونشوف هل فعلا فيها فرصه او لا، ولو فيها فرصه نقدر نخش فين او نشتري فين والحاجات دي كلها. خلينا كده نشوف حاليا لحد ما البوت ينتهي من الرد. ممتاز جدا. هو حاليا جاب لنا كل العملات اللي احنا محتاجينها من منصه باينانس زي ما قلنا اخر 24 ساعه، وجايب لنا كل حتى المارج او النسبه للزيادات الموجوده لكل عمله. تمام، دي كلها العملات اللي موجوده والعملات الكبرى اليوم، البيتكوين، الاثيريوم، BNB وغيرها. خلينا كده نكمل نقول نشوف ايه الملاحظات اللي هو ضيفها لنا. الاقوى النهارده بارتفاع ملحوظ العمله ZIL و RIF. طيب خلينا نشوف كده بشكل عام يميل للهبوط الطفيف. عملات AI والديف تظهر بشكل ايجابي. طيب خلينا كده نشوف لو احنا مثلا عايزين نختار عمله معينه، نقول له مثلا خلينا ZIL، نقول له عايزين تحليل عمله ZIL خلينا نعمل اكسكيوت. نسينا نعمل اكسكيوت. طيب للحصول على تحليل فني مفصل لعملة ZIL في مستويات الدعم والمقاومة، خلينا نكتب الرمز في رسالة منفصلة. طيب خلينا ناخدها كوبي كده مثلا ونضيفها بالشكل ده. خلينا نعمل اكسكيوت الأول ونبعت العملة. خلينا بس الاول نتاكد، وبالفعل الورك فلو اشتغل في المسار الصح، وهيروح يسحب بقى الشموع ويبدا يحللها وكل التفاصيل دي. خلينا كده ننتهي من الفلو ونبدا نشوف النتيجه اللي هيجيبها لنا. طيب الفلو انتهى، وده كان شكل النتيجة اللي طلعت لنا عن عملة ZIL. وده كده الرسالة، خلينا نقراها كده بشكل سريع. المدى الطويل هابط، المدى المتوسط أو قصير عرض مع ميل هابط. طيب خلينا نشوف هنا التقييم الاستثماري ليس آمن، تداول السعر فوق مؤشر كذا على اليومي، عوامل الهبوط أكتر، خلاصة الاستراتيجية ننتظر حتى نكسر سعر واضحا عن المقاومة عن الرقم ده أو المستوى ده بالظبط. تمام، وعندنا خلينا نشوف كده الفلو كله اشتغل بالظبط. طبعا على الاسبوعي سحب فعلا كله تمام، على اليومي كذلك الامر، ودخل للايجنت بالشكل ده وطلعت لنا الاوتبوت بالنتيجه دي. طيب وخلينا برضو نتاكد هنا انه سحب الصوره. ممتاز جدا، سحب الصوره بالفعل على فريم ال4 ساعات. وكده الفلو كامل متكامل انتهى منه. وعايز برضو انبه تاني، هو مش ورك فلو للتوصيات او الاشارات للدخول في نظام التداول، وهو برضو عليه خلافات وحرمانيه. فاحنا هنا هدفنا فقط فرص استثماريه، يعني تبعت الايجنت، وعندك هنا الايجنت اللي احنا ضفناه ده تقدر تساله عن العملات حاليا الامن للاستثمار، نقدر نخش فيها وهو بيجيب لك اقوى العملات المتاحه حاليا وتقدر تستخدمها، وعلى اساسها لو في فرصه تقدر تستثمر فيها. هو ولا توصيات ولا اشارات للدخول، كده كده نسبه المخاطره عاليه جدا في العملات او الكريبتو يعني بشكل عام. ولكن احنا بنتكلم على فكره بس ان لو في استثمار للعملات الرقميه فاحنا نقتنصه ونقدر نستفاد منه قدر الامكان. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان شاء الله يكون الشرح بسيط، وزي ما بلغتكم الورك فلو هيكون مجانا، التمبلت مجانا، وهسيب لكم كل اللينكات اللي احنا استخدمناها في الفيديو في الديسكربشن. ولو محتاجين اي مشروع او مشروع معين حابين نشرحه مفيش اي مشكله، يا ريت تبلغونا وان شاء الله هنكون في خدمتكم. شكرا لكم شباب.